كنت قد درسته في التربية البدنية في الصفوف الثانوية. أولا نريد أن نعرف سعد كلاعب في مرحلة الثانوية، هل كان لاعبا نجما؟ هل لاحظت فيه أنه سيكون لاعب نجم من خلال مشاهدتك له في حصص التربية البدنية؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، واحيي فيك الروح الحلوه اللي بحثت عن المعلومه وما هي غريبه على القناه الرياضيه السعوديه. الشيء الثاني انه سعد لم يكن لاعب، سعد كان طالب، انما كان مواصفات اللاعب متواجد في الشخص هذا. سعد يملك مهاره، سعد يلعب بالثنتين، سعد يضرب راس كويس، سعد يحتاج توجيه، سعد يحتاج بيئه عشان يوصل. اولى ثانوي طبعا من الصعب، لسه طفل 15 تقريبا الى تحت ال 16 شوي. ثانيه ثانوي لا والله الولد تطور شوي. دخلناه في المزروع بعد ما الله يذكره بالخير كان احد المدراء معنا ابو متعب اللي هو الجار الله، يستاهل رجل داعم حتى للرياضه ومدير مدرسه. اذكر انه تكفل بملعب مزروع للمدرسه وحاجه زي كذا، يمكن هي اللي وصلت سعد وبقيه الاشخاص او هاللاعبين الطلاب زي هالمواصيل. ما عندنا بيئه، انت تعرف مدارسنا كلها ترابيه او صندقه او هذا، انما قل او ما قل الشيء البسيط في بعض المدارس الثانويه يكون فيها ملعب مزروع. محاسن صدت ان كان في مدير متعاون عملنا ملعب مزروع، اختبرنا سعد يعني، جرب في المدرسه الاجواء، بطولات، طريقه اكرم اللبس، البوت الرياضي، عانيت معه على فكره سنه كامله ما كانوا يلبسون ابوات. ليش؟ كيف كان لابو الحافين؟ شاف المزروع وانطلق، حافين الحلال تعال البس، لا اصبر هنجرب. لا انا على فكره الاخوان ما قصروا في نادي الهلال، اعطيتهم خبر من امس وانا قايل لهم، انا قلت لازم اشوف سعد، لازم يعني اقابل سعد. وسعد قابلته اول شيء وبالاحضان وقال كلمه واحده، العيال كبرت يا ابو عبد الله. فاتمنى له التوفيق.